السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان انتهى وجينا للعيد. الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان الله، تحمد الله عز وجل أن هداك للإسلام، وتحمد الله عز وجل أن اختارك دون الناس فرزقك وولدت على الإسلام. رزقك بأن أمضيت رمضان في طاعته، رزقك بأنك كنت بتصلي قيام وبتدعو وبتقرأ قرآن وبتحفك صحبة الخير. فتحمد الله عز وجل أن أقامك على طاعته، لأن الله عز وجل إذا أحب عبد أقامه على طاعته. فالله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى يوم الأضحى ويوم الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن الله عز وجل أبدلنا خيرا مما كان في الجاهلية، أبدلنا خيرا من عيد الأم وعيد الأب وعيد المدير والكريسماس والحاجات دي كلها، بحاجة الله عز وجل يرضاها لنا. واللي يرضي الله عز وجل فهو عين الخير، وهو كل الخير، وهو باب السعادة. فأنت اللهم لك الحمد، خرجت من طاعة إلى طاعة، تكبر الله عز وجل وتحمده عليه. ولا تنسى إنك وإنت رايح بقدر الله الصلاة بتاعة العيد، إنك تظبط المنبه. الصلاة تقريبا الساعة 6، فالمفروض تروح قبلها بتلت أو ربع ساعة بحيث إن أنت تدرك التكبير. وسبحان الله، يعني الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلعلك حتى لو عندك من الذنوب وتقعد في وسط ناس يرجو من الله الخير، خرجوا من طاعة فدخلوا في طاعة، يفرحون أيام فرح، توسع على أولادك، تلعب معهم، تتفرغ. الحياة دي قصيرة سبحان الله، ولعلك الواحد يموت وهو لسه ما لعبش مع عياله. فأنت تفرغ لهم ووسع عليهم بقدر الإمكان. ولا تنسى طبعا أنك تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة. وطبعا سنن العيد زي الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة، لأنه صح في الموطأ وغيره أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. فأنت اغتسل، خليك نظيف. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تاني حاجة، لأن أنت طالع من صيام، فالسنة أنك تاكل قبل الخروج في الفطر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فأنت عندك 3 تمرات، تمرة، ولكن تاكل قبل ما تخرج إلى المصلى. ثالث حاجة، التكبير يوم العيد. الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. والله سبحان الله، الإسلام نعمة في حد ذاته، إن الله عز وجل يرزقك بشيء يرضيه فيصلح الله عز وجل به قلبك فتبقى سعيد. يا سبحان الله، كم من واحد معاه كل حاجة وليس بسعيد. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رابع حاجة، التهنئة. سبحان الله، أيام فرح وأيام سرور تدخلها على أهلك وعلى غيرك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبلوا تقبل منا ومنكم. تمام، فأنت تقول للناس: تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك. تهنئهم، تبتسم في وجوههم، والتبسم في وجه أخيك صدقة. خامس حاجة، التجمل للعيدين. الناس بتروح الأفراح وحاجات ممكن يبقى فيها معصية وبيتجملوا. أقصى حاجة تجمل للعيد، البس نظيف، اغتسل زي ما قلنا، خلي شكلك جميل. عن جابر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. فأنت اعمل حاجة مختلفة، خلي شكلك جميل، خلي شكلك حلو، تخرج بيه إلى الصلاة. سادس وآخر حاجة، الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق آخر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، هتروح من مكان وترجع من مكان. مش عايز أطيل عليكم، تقبل الله منا ومنكم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.